بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده حبايبي هنعملوا البسبوسه. طبعا انا بفضل ان انا اجيب البسبوسه اللي هي الكياس دي مش برضه اجيب انا الفلت من العطار من اللي عند العطار ده، لاني انا يعني حابه ان انا اعمل ده عشان ده سكر منه فيه يعني. طبعا المقادير عندنا هنا حبايبي، هنا بيضه حط عليها 2 فانيلي، ورقتين فانيليا وضربها، ونص كوبايه سمن، ونص كوباية لبن صغيرة، يعني يعتبر كوباية صغيرة عشان ما بحبش اللبن فيها كتير اني. بعد كده هنا في معلقة بيكنج باودر معاني. طبعا هنا هنبدأ احنا الكيس ده، اول حاجة هنحطه الكيس بتاع البسبوسة طبعا كله كده اهو زي ما انتوا شايفين اهو حطيناه. بعد كده هنحط السمن. طبعا دي التكه اللي انا عايزه اوريها لكم حبايبي، ان هو السمن يتحط ايه، اول حاجه يتحط السمن على البسبوسه، ونقعدوا ايه نعملوا زي عمليه بس كده، زي عمليه ايه بس اهو كده. ده اللي بيخلي البسبوسه تطلع مفرولي وتطلع طريه وحلوه. اهم حاجه ان احنا لسه ما حطيناش ولا حاجه، حطينا اللي هو البسبوسه والسمن بس، ونعمل عمليه بس كده، نقعد نبس فيه حوالي 10 دقايق اهو حبايبي. هنبس فيها يا حبايبي كده، وهرجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم. طبعا يا حبايبي احنا زي ما قلت لكم احنا بسناها البسبوسه اهي. بعد كده احنا بعد ما بسناها طبعا وخليناها زي حبات الرمل، هنحط ايه، هنحط البيكنج باودر. بعد كده هنحط البيضه. طبعا في المرحله دي يا حبايبي احنا ايه، احنا مش هنحط ايد، يعني مش هنعجنه زي المره الاولانيه، يعني عجنه خفيفه كده. واللبن حبه حبه يعني عشان ما تطرش منيني اهو زي ما انتوا شايفين. هناخد اللبن كله اهو حبايبي. هي هتحتاج شويه لبن تاني معايا صغيرين خالص عشان شكلها تخين اهو. طبعا انا هسيبكم شويه لغايه ما اجيب شويه لبن وارجع لكم تاني. حطينا اللبن وعجناها. طبعا السمك بتاعها بيبقى كده اهو، طبعا بيبقى السمك لا تخينه قوي ولا رفيعه قوي. طبعا احنا دلوقتي هندهن البايركس، وهنحط ايه، هندهنه بشويه سمن كده بس بساط خالص اهو. وهنحط فيه ايه البسبوسه اهو حبايبي. طبعا انا هدهن وهحط البسبوسه وارجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم. طبعا يا حبايبي دي اخر مرحله، احنا دهنا البايركس بتاعنا وحطيت فيه البسبوسه، وها اخر مرحله دي. طبعا لازم ندبها كده اهو عشان ايه تتساوى دبتين 3 كده على الترابيزه. وبعد كده هدخلها الفرن، ولما تطلع يا حبايبي هوريها لكم. البسبوسه طلعت اهي، وهنسقوها بالشربات اهي. بسم الله الرحمن الرحيم اهي حبايبي، نسقوها بالشربات اهي اهي. طبعا اهي شربت الشربات كله دليل على انها ناشفه اهي حبايبي. وانا مش بحب الشربات بتاعها كتير يعني، ما بحبهاش حلوه اهي اهي. وبالهنا والشفا اهو يا حبايبي. الصينيه بعد ما حطيت لها جوز هند وفول، هي اخر مرحله دي اهي. ولما اجي اقدمها حبايبي هوريها لكم برضو.
اهي يا حبايبي البسبوسه اهي قطعناها، واهي اخر مرحله اهي التقديم اهي. يا رب تنول اعجابكم ان شاء الله، وبألف هنا وشفي، وكل سنه وانتم طيبين.